النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو كل يكين فسبح باسم ربك العظيم اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل صلى عليه الله على وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن أجمعين الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا من سورة ياسين والواقعة والمعوذتين وما هل والإخلاص والمعوذتين وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحناك وحمدك وما صلى وسلم على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أعمال صالحات في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونقول إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا إلى أرواح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والباقي المقدم جميع ساداتنا لي بعلى فخر الوجوه شبوكر بن سلم وخعقل بن سليم قد برباني سنة عبد القادر جيلاني سنة شادي والإمام النووي وشافي مزن الدين المليباري قد ثم إلى الإمام البخاري الإمام القسطنطيني قد بالأنفاس الأحبي عمر بن عبد الرحمن العطاس
وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطائر ثم إلى روح قطب شتوى البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زنبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ووصوله مفرم ثم إلى روح المقدم الثاني عبد الرحمن السكا أولاد مرمضر وإخواني ثم إلى روح الحبيب ثم إلى ركبد الواضي الحبيب عبد القادر مجد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كويتان ثم إلى روح الحبيب محمد الطاهر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوت فوتي ثم صاحب الحول الحبيب محمد بن حسين العدرو صاحب سرابايا الحبيب نيون ووصولهم وفرهم ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب عبد الله الحداد باقي والحبيب علي السقا بسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن صحيح تنقل والحبيب مسلم بن حمد حامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار محمد الهدار ووصولهم وفرهم ثم إلى الجاسم الزوج هاشم وزوجه ووصولهم وفرهم ثم إلى روح الحبيب علي الهبشي ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الزوج الوالد عبد الله ووصوله وفرهم أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من حبيب على وعلى من أسلافنا وعلى من وحبيب على الحبشي وعلى من أسلافنا صلى الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد
محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليك. السلام
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه المدد يا رسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لتم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود ومكر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله ويا من تعالى ألوف ارتفاع يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى ألوف ارتفاع يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك تعالى علو في ارتفاع يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك وخذ بنا في طريق الاتباع طريقة المجتبى حمد مصطفاك وخذ بنا في طريق الاتباع طريقة المجتبى حمد مصطفاك طريقة المجتبى حمد مصطفاك يا من تعالى علو
والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم وانا ديا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام باح النموت فكل ما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لهضته العيون في مجد
ابتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان على تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تصديقا في الصدور من الإيمان قواعد وتهنئ اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفره أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبشرين سراجا قمرا منيرا صلى الله فما عليه أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن نصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بهذه الصلوات معها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في علة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به بس في قلب نرسل تعلقه به وهو به ويتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وهبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بذور أشرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الباكرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ذور وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامع من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلمين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن ضعيف الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزلني إلى تذويد ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله أتنوبك يا خير جد علينا بأكبر عطية واشرح صدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان يا الله أتنوبك يا خير والي
جد علينا بأكبر عطية واشرح صدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله يا الله يا الله بالإيمان ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب شرب حالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي حسى بعد الضمامة يقع لي شرب حالي
ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي يقع لي شرب حالي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح وملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب ونوت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف انكناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وأفرد الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد Pakhusyuk atau raki hajat bang sebang pakarong ka Kanjeng Nabi أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام
اليمن غرد ولقيه بجمال فقى في الحسن تفرد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى صلى الله عليه عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعت وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله يا رب عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله يا رب آمين آمين يا الله عليك يا رسول سلام عليك
وجب الشكر علينا ما دعا لله يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الار وحمينا واكرمي الار وحمينا بلقاء خير الانام مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an idza ahabba Allahu 'abdan razaqahu al-iftigara ilaih wa qala Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه إذا أحب الله عبدا jika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba razaqahu maka orang tadi itu hamba tadi itu akan diberikan rezeki yang berupa iftigar. Dia merasa butuh kepada Allah, dia selalu merasa fakir kepada Allah. Ikhwani rahimakumullah, banyak ning akhir zaman nikah orang ampon aromasah cokop dari Gusti Allah tak butuh dekat Gusti Allah. Berarti orang seneng dalam atena istighna anillah bena iftiqar ke Gusti Allah merasa cukup dari Allah dia tidak memerlukan Allah maka orang tersebut termasuk tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kita menyaksikan seorang anak yang mana anak tadi itu merasa butuh kepada kedua orang tua. Seorang murid selalu merasa butuh ilmu daripada seorang guru. Bawahan butuh kepada atasan. Demikian dan seterusnya. Mak bisa anak butuh kering tua tapi hamba tak butuh dek pengiran nih kah? Koli butuh ke Gusti Allah. Karena koli alakoh dek jeregen saya majer. Mak bisa koli apakah labi koli dek pengiran? Anak kecil yang merasa mempunyai orang tua, maka anak kecil tadi itu akan merasa tenang.
Apapun yang terjadi selama kedua orang tua masih berpihak kepada dia, nangis kering tua, madul kering tua, minta bareng kering tua, mintain mainan, ban seterusnya selalu nganti lagi kering tua. Apa ya mungkin kasih sayang orang tua kalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhan nasu, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua fakir butuh kepada Allah. Allah taala tak debu ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, mencakup seluruh manusia. Antumul fuqara'u ilallah, kamu butuh kepada Allah, pasti butuh ke Gusti Allah. Saya tak butuh namung sitong. Wallahul ghaniyul hamid, Allah Ta'ala yang maha kaya, Allah Ta'ala yang mempunyai segala-galanya, Allah Ta'ala yang tidak membutuhkan daripada kita, baik ibadah kita setelah ni kada saya kebutuh, ada saya keparlo dek Gusti Allah. Mak bisa kulit sampai ni tak butuh ke pangeran, berarti janja orang rek tak kesenang di Gusti Allah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Naam, Allah tanpa diminta pun akan memberi. Allah tanpa kita membacakan doa kepada Allah, maka Allah akan disediakan kebutuhan kita. Mosok kalau orang ngobu mano pakane kok. Ngobu aja pakane, ngobu embe ngare. Ngobu mano pakane gentak. Nyare kebongil. Oh, orang kata ngakan kebongil. Manon ngakan kebongil. Apa yang mungkin Gusti Allah rekala bareng orang yang sungguh mano? Kan tak mungkin. Makanya kekuatan iman gulu panjenengan, semakin butuh ke Gusti Allah, semakin parlo ke Gusti Allah. Tak bisa tanpa Gusti Allah, ikhwan, tak mungkin, tak bisa. Wah nang namun ngocot, tak butuh ke orang, tak butuh ke kiai, tak butuh ke majelis lah. Mun kake tak butuh jok nangkung sekali, lah tak butuh ke pangeran sekali lah. Mun mate jalan TV, mun mate mandi TV, perocot butuh ke orang. Kelai, tulung, saya tak butuh ke orang. Cuma Gusti Allah saya tak butuh dak manos. Wallahul ghaniyun, wallahul ghaniyul hamid. Allah Taala sesoki, mun lain ki sokian dia. Sesoki tak soki ongguan, kuaku bangkrut nang akhirat mentan di amal banyak. Si tandian kuaku soki sokor banyak amal nang akhirat. Mula fakir ning dunya, nyak benyakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya benar orang yang saya nentang ke pangeran, orang yang saya fakir ni apa? Lah tak bojong, tak apa-apa, nganti lagi fakir. Boreng kok tadi saya kakan, asa apa-asa tak kuat. Iya mon ben. Lah marenya lagi orang. Soro nutup pasaan berunga tak gelem. Boh, mau tak muka, ngakan apa? Syukur pakanin tangan anak bini tu baru lihat hinarah. Kadal faqru ayyakuna kufran. Oleh karena itu semakin orang gelap merasa iftiqar ke Gusti Allah, butuh ke Gusti Allah, butuh kasih sayang, butuh perhatian, maka ini tanda-tanda kalau panjenengan cintain dening Allah Subhanahu wa taala ya. Mun dalam hati ini merasa cukup dari Gusti Allah, tak perlu ke Gusti Allah, tak butuh ke Gusti Allah, berarti orang ini pun tanden orang yang kebenci dening Gusti Allah. Naudzubillah. Idza ahabballahu 'abdan razaqahu al-iftiqara ilaih, maka Allah memberikan kepada dia merasa butuh, merasa fakir, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketandan orang yang kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termuka ati kula jenenge buka dengan Gusti Allah, ya sekna selalu butuh dekat Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا، وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعذبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.